أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا الفيديو البيداغوجي التعريفي حول مقياس التدريس الخاص بتكوين جامعة قسنطينة لفائدة الأساتذة حديثي التوظيف دفعة ديسمبر 2023. دعونا نبدأ بمعلومات عن المؤلف. معكم الأستاذ سليخ بلال برتبة أستاذ مساعد قسم باء، تخصص دكتوراه جبر ورياضيات متقطعة متحصل عليها من جامعة المسيلة، وأعمل بالمدرسة العليا للأساتذة بسعادة، والتواصل يكون عبر البريد الإلكتروني الواضح على الشاشة، وتكون أيام الاستقبال كل يوم اثنين صباحا من 8 إلى 10 بقاعة الأساتذة. ننتقل الآن إلى معلومات حول المقياس. المقياس معنون بجبر 3 وطبيعته سنوي، ويملك حجم ساعي سنوي 90 ساعة و3 ساعات أسبوعيا مقسمة بين ساعة ونصف محاضرة وساعة ونصف أعمال موجهة، ومعامله 2. الآن دعونا نلقي نظرة عن طريقة التقييم. التقييم النهائي للمقياس من خلال التقييم بواسطة امتحان كتابي حضوري في كل سداسي أو في آخر كل سداسي، يحتوي على كل ما تطرق إليه ومناقشته في المحاضرة، إضافة إلى تمارين من الأعمال الموجهة، ويدخل في النقطة النهائية بنسبة 33.33%. التقييم المستمر والذي يكون في حصة الأعمال الموجهة يدخل في النقطة النهائية للمقياس بنسبة 33.33%، مقسم بين الاستجواب الكتابي بنسبة 50% بعد كل فصل، والحضور بنسبة 10%، والمشاركة الفعالة والمناقشة أثناء كل حصة بنسبة 30%، والواجبات المنزلية بنسبة 10%. ويكون معدل النجاح السنوي في هذا المقياس يكون أكثر أو يساوي 10 من 20، ويتم الحصول عليه كالتالي: محاضرة 1 زائد محاضرة 2 زائد علامة العمل الموجهة كلها تقسيم 3، ينتج لنا المعدل العادي للمقياس. سنستعرض الأهداف العامة. إمكانية الطالب من استيعاب مفاهيم الزمر وتأثيرها على المجموعة، وتمييز زمر سيلو، وثم تصنيف متتالية التركيب لجوردن أوردر والزمر التحليلية، وفي الأخير تطبيق نظرية البواقي الصينية وحل معادلات من الدرجة الثالثة والرابعة لكاردانو وبعض المعادلات الديوفرنسية. ننتقل الآن إلى ملخص المقياس. إن برنامج مقياس الجبر 3 هو تتمة لبرامج الجبر للسنتين الأولى والثانية، وهو يتناول بتعمق دراسة مفاهيم جديدة لم تدرس من قبل. هذه المفاهيم متعلقة بالزمر، الحلقة والحلقة كثيرات الحدود بمعاملات حلقة أو حقل، حيث يتم التطرق إلى دراسة تأثير الزمرة على مجموعة ونظرية سيلو وتطبيقاتها بعد ذلك ندرس متتاليات التركيب والزمرة التحليلية التي لها أهمية كبرى لعلاقتها بحل المعادلات الجبرية في حل الأعداد العقدية، مرورا إلى نظرية البواقي الصينية ومختلف تطبيقاتها في حل جمل المعادلات التوافقية في مجموعة أعداد صحيحة. نظرا لصعوبة المعادلات الديفرنسية وعدم وجود طرق نموذجية لحلولها، اقترحنا نوعين من هذه المعادلات لنمكن الطالب من خلالهما التعرف على هذا النوع من المسائل. الآن نتحدث عن المكتسبات القبلية. لكي يتمكن الطالب من استيعاب المعلومات المقدمة في هذا المقياس يجب أن يكون لديه بعض المكتسبات القبلية التي تشكلت لديه من خلال دراسته في السنة الأولى والثانية حول مقياسي الجبر 1 والجبر العام، خاصة ما تعلق منها بكسب المفاهيم الأساسية حول الزمر والحلقات والحقول،
ونظرية تشاكل الزمر وخواصها. الآن الفئة المستهدفة. هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثالثة تعليم أستاذ ثانوي ومتوسط تخصص رياضيات بالمدرسة العليا للأساتذة ببسعادة. على حسن الاستماع والمشاهدة.